بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايب متابعينا على قناة على اليوتيوب، أهلا بكم. الحكاية دي أو القصيدة الجاية دي قصيدة وحكاية كلب حسن شاكوش لما حب كلبة بنت الجيران. طبعا حسن شاكوش ده غني عن التعريف، مفيش حد يعرف، لأن حسن شاكوش زي ما أنتم عارفين أشهر من مجدي يعقوب، وأشهر من نجيب محفوظ، وأشهر من أنيس منصور، وأشهر من سعد زغلول، ومن أحمد عرابي، ومن كل الرموز اللي في التاريخ. المفروض يا اخوانا ندرسوا كمنهج. يعني ليه مش عارف ما الهام شاهين طلبت بان هي تدرس في منهج، وسميحه ايوب نزلت المناهج. طب يعني برضه نصدم حسن شاكوش وحمو بيكا، ده بتاع حمو بيكا اللي هو قال بسكوت بتاع دي انت معلمه، وحسن شاكوش بسكوتايه مقرمشه وبنت الجيران وتجاه الناس الحلوه بتغذي القلوب. يعني ينزلوا في مناهج يا اخوانا. ما الهام شاهين بالطالب انها تبقى في المنهج، امال ايه؟ وتعالوا نفضها سيره، بلا فيزياء بلا كيمياء بلا علم نفس بلا علم اجتماع. علموا اولادكم المغاني وحببوهم في الاحلام، وحببوهم في الاماني، وحببوهم في حسن شاكوش وحمو بيكا وحسين مفك وعلي زرديه وسعيد ابو منافله والجماعه الحلوين دول. تقول لي يدرس علم نفس وعلم اجتماع واستاتيكا وديناميكا طب هو هيعمل بها يعني هيطلع القمر؟ لا والله مش عارف يمشي على الارض، هيطلع القمر؟ يا جماعه بلاش تفضوها سيره، حرام عليكم. لان النهارده حمو بيكا وحسن شاكوش مليارات وملايين. ده لما غنى بنت الجيران بيقول مليار متابعه، مليار مشاهده، مليار مشاهده. طيب باشر هو ولا شر الشعراوي؟ طب اسال الشباب كده، اسال قول له هات ايه من سوره من 3 ايات، قول له اقرا قل هو الله احد، ان قراها هبط على قبلني. تقول واحد يقول له طب ويا حكايه انت مالك مهتم ليه؟ تعال شوف النماذج، شوف الناس دي عايشه ازاي. في ناس ما لقاش تاكل رغيف عيش في مصر، ما لقاش تاكل رغيف عيش يا اخوانا. طب الحكومه لا، الحكومه عكشه في الراجل الغلبان والراجل الفقير. طب ما تحودوا يا اخوانا على حسن شاكوش، مليارات معاهم مليارات. درس فين وراح فين؟ ده يمكن ما معاش ابتدائيه. درس فين؟ واللي درس كليه وعن دين ابوه طلع وعين ابوه طلعت، بيروح بعد ما يخلص الكليه ويسلب الدنيا كلها ويخلص على ابوه ويخلص على امه ويخلص على جماعته، يروح راكنين جنب الحيط. تعالوا نشوف حكايه حسن شاكوش لما حب كلب حسن شاكوش، لما حب كلب بنت الجيران اللي كان جابوا هديه زمان لخطيبته ريم ومش عارف راحوا فين. المهم بقول حسن شاكوش لما يوم كلبه نبح وصرخ بأعلى صوته وصوته اتذبح، ولا حسن ولا حتى ريم عالمين بحاله. حسن قال يا ريم يمكن جعان، حسن قال يا ريم يمكن جعان، ريم قالت مش جعان، ريم قالت يا شاكوش مش جعان، ده الكلب حب كلبة بنت الجيران. ده حكاية قديمة كانت ما بينهم من زمان، ده حكاية قديمة كانت ما بينهم من زمان. قال يا ريم لازم نجيب دكتور يكشف عليه، قال يا ريم لازم نجيب دكتور يكشف عليه، ولازم تعرف أولا حكايته إيه، ولازم نعرف أولا حكايته إيه. طلب شاكوش دكتور للكلب وقال يا بيه، طلب شاكوش دكتور للكلب وقال يا بيه تعالى شوف كلبنا واكشف عليه. حضر الطبيب بسرعة وكشف على الكلب بإيديه. حضر الطبيب بسرعة وكشف على الكلب بإيديه. قال الكلب سليم اقفلوا للهدل باب، قال الكلب سليم واقفلوا للهدل باب. يا شاكوش الكلب بيمر بحالة اكتئاب، قال يا شاكوش ده الكلب بيمر بحالة اكتئاب. لما جبته مرة كلب عنه ناب، لما جبته مرة كلب عنه ناب، وهو اللي كان صاحب الركن المهاب، وهو اللي كان صاحب الركن المهاب. راحت ريم قالت يا شاكوش الكلب ماله؟ راحت ريم قالت يا شاكوش الكلب ماله؟ قال لها يا ريم خلاص سيبيه في حاله، ملعون الكلب وملعون ابوه وملعون خاله. كان نفسه يتجوز من كلب لبنت الجيران، كان نفسه يتجوز من كلبه لبنت الجيران، وانا كنت رحت انا بنفسي خطبتها له، وانا كنت انا بنفسي رحت خطبتها له. الكلبه يا ريم كانت شقيه وشغله باله، ده الكلبه يا ريم كانت شقيه وشغله باله. الكلب بامانه يا ريم كان في السليم، كلب بامانه يا ريم كان في السليم، كلبه بامانه يا ريم كانت في السليم، كانت قاعده في البلكونه وفي اخر نعيم. ده الكلبه يا ريم بامانه كانت في السليم، كانت قاعده في البلكونه وفي اخر نعيم. كانت بتقرا كتاب عن سعد وعبد الله النديم، كانت بتقرا كتاب عن سعد وعبد الله النديم لحد ما شافت كلبنا واتصاحبت عليه، واصبح ليها حبيب وصديق حميم، واصبح ليها حبيب وصديق حميم. كان كل يوم يطلع يهوهو تسمع نباحه،
كان كل يوم يطلع يهوى وتسمح نباحه، ولو في يوم غلطت يا ريم كانت تطلب عفو وسماحه، ولو في يوم غلطت فيه يا ريم كانت تطلب عفو وسماحه. ده الكلب ده يا ريم انا جبته هديه ليكي، ده الكلب ده يا ريم انا جبته هديه ليكي. كلب بيتكلم لغات عشان يفهمك ويراعيكي، ده كلب بيتكلم لغات عشان يفهمك ويراعيكي، وعلشان يكون طوعك ودايما بين ايديكي. عارفه يا ريم الكلب بمليون جنيه، عارفه يا ريم الكلب بمليون جنيه، بس ايه بيحارب الكلاب كلها واي كلب قدر عليه. عارفه يا ريم الكلب كان ابن اصول، كنت دايما باخده معايا لو رحت اي مول. عارفه يا ريم الكلب ده ابن اصول، كنت دايما اخده معايا لو رحت اي مول. كلب اصيل يا ما شامل عني حمول، ده كلب اصيل ويا ما شال عني حمول. لما غنيت بنت الجيران كان بيغني ويقول، لما غنيت بنت الجيران كان بيغني معايا ويقول. وشعبنا هايف يا ريم، ده الأغنية حققت مليار قبول، وشعبنا هايف يا ريم، ده الأغنية حققت مليار قبول. علمناه يروح الحمام لو حب يبول، علمته يروح الحمام لو حب يبول، وياكل كمان بالمعلقة ويحب العزول. أنا يوم ما اشتريته كان ثمنه أغلى من شيكة بالة وعلي معلول. الكلب يا ريم كلب غير كل الكلاب ده الكلب يا ريم ده كلب غير كل الكلاب. أنا سمعته بيغني لسومة الهوى غلاب ده أنا سمعته بيغني لسومة الهوى غلاب. أنا ناوي يا ريم في يوم أجوزه ويوم كتب الكتاب، ده أنا ناوي يا ريم في يوم أجوزه ويوم كتب الكتاب، أعمل فرح وأعزم فيه كل أصناف الكلاب، وأغني بنت الجيران وبنت الكلاب، وأغني لي بنت الجيران وبنت الكلاب. ويوم مريم وشاكوش حددوا كتب الكتاب، ويوم مريم وشاكوش حددوا كتب الكتاب، كان الكلب مرض وجات له حالة اكتئاب، كان الكلب مرض وجات له حالة الاكتئاب. لما الكلبة بنت الكلبة قفلت في وشه 1000 باب، لما الكلبة بنت الكلبة قفلت في وشه 1000 باب. ودي حكاية كلب حسن شاكوش مع كلبة لبنت الجيران، كانوا حبوا بعض. وطبعا حسن شاكوش جاب له دكتور ودكتور نفساني، ويعني بيصرف ملايين الملايين، ملايين هيحرقوها بنار، هيصرفوها على الكلاب وعلى البتاع والبني ادم يا اخي. سال الله يبقى مش مشكله. ودي حكايه كلبة حسن شاكوش مع كلب حسن شاكوش مع كلبة بنت جيران. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.